تخيل الشغل يبقى عليك زي الرز والممثلين بيدوروا عليك في كل مكان بسبب بس ان وزنك ربع طن، واول لما تقرر تهتم بصحتك وتخس كل الشغل يبعد عنك والمنتجين يقطعوك، لدرجة ان جمهورك يبدأ يهاجمك علشان خسيت وخسرت الشكل اللي كانوا بيحبوه. نورة السباعي او شاكيرا الغلابة زي ما بيتقال عليها صاحبة أحلى روح وخفة دم وألطف إنسانة ممكن تتعامل معاها. علمت مع كل الناس بسبب إنها كانت مليانة شوية، وهو ده برضو السبب الوحيد اللي المنتجين قرروا يدخلوها التمثيل عشانه، وبقى مصدر رزقها الوحيد زيادة وزنها. ده حتى المعاكسة اللي كانت بتتعاكسها كانت كلها سخيفة ومليانة تريقة، لكن كل ده عمره ما منعها إنها تعيش حياتها، بتلبس كل اللي هي عايزاه، بتخرج في أي أماكن من غير ما تتكسف، واللي كان يضايقها بكلمة كانت ترد عليه ب20. وللأسف فضلت نورة أي دور تترشح فيه يبقى ليه علاقة بزيادة وزنها، وهي يا عيني من كتر ما كانت بتحب التمثيل كانت بتقبل، وكانت بتستحمل أي إهانة بتتعرض لها تحت اسم الكوميديا، على أمل إن في يوم من الأيام حد يشوفها بشكل مختلف ويقدر يقدم الممثلة اللي جواها. لغاية ما اتعرض عليها دور فيحاء في فيلم أمير البحار بطولة محمد هنيدي. هنا بدأت نورة تستعد مش بس للفيلم، دي بدأت تخطط للشغل اللي هيتعرض عليها بعد كده. دور كبير في فيلم لهنيدي دي فرصة كبيرة وانتشار أكبر، ودي فرصة هي لازم تستغلها كويس قوي. لكن للأسف الفيلم ده يعتبر نقطة فاصلة في حياتها، وكان شايل لها حاجة لا على البال ولا على الخاطر. أثناء تصوير الفيلم حصلت لنورة إصابة في رجلها، ولما راحت علشان تتعالج أول حاجة قالها لها الدكتور أنت لازم تخسي، لكن طبعا نورة رفضت عشان خافت أكل عيشها يتقطع. لكن عشان اللي مكتوب على الجبين لازم هتشوفه العين، بتلاقي نورة وسط الفحوصات الطبية اللي عملتها إن عندها مشكلة في القلب، وإنها لازم تعمل العملية، خلاص الموضوع مبقاش باختيارها. وفعلا عملت عملية تكميم وصرفت كل مليم حوشته على العملية وتوابعها، وتبدأ نورة رحلة نزول الوزن، ومعاها تبدأ فرص الشغل تقل وتقل لغاية ما تختفي تماما. وهي يا عيني كل اللي في بالها إنها أول لما تبدأ تخس هتبدأ بقى العروض اللي ما كانتش بتتعرض عليها تجيلها زي الرومانسي والدرامي، لكن للأسف اتحول الخسسان من حاجة المفروض تفرحها لكابوس هدت حياتها العملية. طب لو حتى قلنا إن مش مشكلة الشغل، على الأقل بقى هترتاح من الإهانة اللي كانت بتحصل لها دايما. لكن تطلع نورة من حفرة تلاقي نفسها في ضحضيرة، وتلاقي كل اللي بيستضيفها في أي برنامج شبه بيلومها إنها خست، وكل كلامهم رايح في سكة انت كان عندك شكل بيضحكنا، ليه خسيتي وخسرتي الشكل ده؟ وزي ما تكون عملت حاجة غلط أو حتى مش من حقها، ونسيوا ان اللي بيحب حد بيحبه عشان روحه مش عشان شكله. لا، والمستفزة اكتر في الموضوع ان الناس وصلتها انها تطلع تبرر هي ليه خست، وتفضل تشرح لهم علشان تستعطف الناس، وتحكي لهم اللي حصل لها لما كانت مليانة، وانها وصلت لحالة صحية صعبة هي اللي خلتها تاخد القرار ده، وانها اصلا ما كانتش عايزة تخس، بس ده حكم القوي. لكن اللي يضحك بجد في الموضوع ان نورة وهي مليانة كانت بتتهاجم برضه وبيقولوا لها لازم تخس. لكن الخلاصة بقى ان اللوم مش عليها، اللوم على اللي مش عايزين يشوفوها غير في حتة التريقة على جسمها وخلاص. محدش عارف يوظفها غير كده، فلما نيجي نحاسب حد نحاسب اللي مش عارف يقدرها صح. ده طبعا بعيدا انها خفيفة الدم بالفطرة، لكن احنا كده بنحب نستسهل دايما، وما بنحبش نتعب عشان نطلع احسن حاجة في الشخص اللي قدامنا.